أنا كل ما تحصل خناقة بيني وبين جوزي يقولي أنا همشي وأسيب لك البيت. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. بس كل مرة بيبقى تهديد والموضوع بيعدي. لكن الخناقة بتاعه النهاردة دي حاجة تانية، لأني لقيته واخد الموضوع بجد للآخر ومش عايز حتى يسمعني ولا يكلمني. لا، وكمان راح مكلم أخوه عشان ياخد منه العربية ويروح يوديني عند أهلي. أنا لقيت الموضوع قلب بجد وشكله فعلا هيعمل اللي بيقول عليه. فجاتي فكرة واستنيت لحد منزل لأخوه، ولما طلع ياخدني عملت نفسي مغمي عليا من الصدمة والحركات دي. بس للأسف اندمجت بزيادة في الدراما، وقعت وقعة جامدة شوية ونزلت على سن الترابيزة ودماغي اتفتحت. وطبعا هو لما لقاني كده ودماغي مفتوحة خدني بسرعة المستشفى. وطول الطريق أخوه عمال يقول له قتلتها ليه؟ دي كانت غلبانة حرام عليك. وجوزي يقول له والله ما عملت لها حاجة، هي اللي دخلت في سن الترابيزة بدماغها، معرفش ليه. وانا قاعده ورا ماسكه دماغي مش قادره اضحك ولا قادره اشتمهم. بس الخطه نجحت وده اهم حاجه. وجوزي نسي موضوع الخناقه واخدنا انا والعيال نصيف عشان يصالحني.